تشيز كيك بقلاوة، وحدة من أهم الوصفات اللي عملتها هاي السنة لرمضان، خاصة للعزايم، عظيمة جدا. يلا نعملها. على الميكسر رح ننزل بكريم تشيز أو جبنة الكريمية 450 جرام أو حوالي ملعقتين طعام، ورح ننزل بالسكر وثلاث بيضات وملعقة من الفانيلا ودقيق القمح حوالي 2 ملعقة يعني، و70 مل من كريمة الحلويات ورشة ملح كتير صغيرة. راح نشغل عليهم لحد ما يمتزجوا مع بعض ولحد ما يصيروا ناعمين جدا جدا جدا، هيك يعني بالضبط. طيب شو راح نعمل؟ راح نجيب 8 ورقات بقلاوة أو 8 ورقات كلاش، هاي العجينة الجميلة الخفيفة. طيب راح نطوي ورقتين ونحطهم هيك بشكل زائد، ونحط عليهم سمنة، يعني راح نعمل زائد وعكسه زائد، إشارة زائد إشارة زائد. يا رب تكون واضحة، يا رب تكون يعني قادر وصل هاي الفكرة بهالبساطة. يعني راح نعمل قاعدة يعني كتير سهلة، إشارة زائد وإشارة زائد. وما راح ننسى السمنة، راح نحط سمنة على عجينة الكلاش أو البقلاوة، راح نحط سمنة على الأطراف، سمنة نباتية أو حيوانية، أنا حطيت حيوانية. طيب شو راح نعمل هلأ؟ راح نحط القاعدة. القاعدة هي عبارة عن لوز وكاجو وسكر ناعم، 2 كوب من المكسرات، ممكن يكون فستق حلبي. طيب راح نحط المزيج على القاعدة اللي عملناها ونحاول هيك نظبطن، ولا تخلوا ورق الكلاش تحت المزيج، لا كله على الأطراف، كله على الأطراف. ضربتين وعلى الفرن لمدة ساعة على حرارة 170 بالرف الوسط. وبعد ساعة لما تستوي راح نفتح الفرن ونطفيه ونخليها بالفرن تهدى نص ساعة. بعد 6 ساعات بالثلاجة هذا الشكل وهي النتيجة النهائية. راح نحط عليها شوية شربات أو قطر وشوية مكسرات، أنا حطيت فستق حلبي. لا تنسوا تعملوا لنا فولو وتشاركوا هاي الوصفة مع الأصدقاء وتحفظوها. صحتين وعافية. عودين من القرفة، مسمارين من القرنفل، 4 5 حبات من الهيل أو الحبهان، راح نحمصهم لحد ما تطلع ريحتهم. لما تطلع ريحتهم راح نشيلهم على جنب. طيب راح نجيب حوالي 3 أكواب من الماء، سخن أو مغلي براحتكم، وراح نحطهم على النار. بعدين راح ننزل البهارات المحمصة داخل المي مثل ما انتم شايفين. بعدين راح نقفل الإبريق ونخليه يغلي حوالي ربع إلى تلت ساعة لحد ما يتغير لون المي، وهي المي تستخلص كل نكهات البهارات المحمصة. شاي أسود هو الشاي الموجود بكل بيت، فيكم تستخدموه، ملعقتين راح نحطهم فوق المي كمان يغلي ويتغير لونه، وراح نحط سكر. حطوا الكمية اللي بتريحكم. هاي الوصفة محتاجة نصف كوب من السكر أو 3 معالق. حليب مبخر هو نفس الحليب العادي لكن مبخر، لهيك بيتغير لونه، لأنه السكر الطبيعي داخل الحليب راح يتغير أو راح يتكرمل وقوامه أكثف شوي. الزعفران هو اللي بيجيب صراحة طعمة شاي الكرك. الزعفران شوي غالي لكن يستحق هذا الثمن، جميل جدا. لا تتخيلوا طعمة ونكهة الزعفران. وجينا للمرحلة الأخيرة، راح نجرب شاي الكرك، بس قبل ما نجربه راح نصفيه. راح نسكبه بأي كوب موجود عنا وراح نصفيه من البهارات ومن الشاي الأسود الموجود. بتمنى تشوفوا المقادير وتحفظوا الوصفة من زر الحفظ أسفل الفيديو، ولا تنسوا تشاركوا الوصفة مع العائلة والأصدقاء، وأكيد لازم تعملوا لنا فولو. صحتين وألف عافية. كيكة الحليب الساخن وصفة كتير جميلة، وكيك هش وطري جدا. يلا نعمله مع بعض. 3 بيضات، لكن شوفوا المقادير الموجودة تحت الفيديو لو سمحتوا والتزموا فيها، لأنه هي المقادير الصحيحة لصينية بحجم 20 سنتي. حطيت السكر والفانيليا وربع كوب من زيت أو زيت النباتي. راح نحرك المكونات كلها مع بعض، وأهم شي ندوب السكر بالبيض، يعني حبيبات السكر تدوب. بعدين راح ننزل بكمية الطحين والبيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح. كمان راح نخفق أو نحرك المزيج. طيب كيكة الحليب
الساخن. ليه؟ لأنه راح ندوب الزبدة بالحليب، راح يعني نسخن الحليب. وشو بيعمل أو شو الميزة هي، شو بتعمل بالكيك تبعنا؟ بتخليه كتير طري، طري وناعم من جوا. فأنا جربت هذا التكنيك، شفته عند الشيف نادية السيد وحبيت أنا أجربه، مشان هيك عملت وصفة ونص. لهيك أنتو مثل ما حكيت التزموا بالمقادير المكتوبة تحت الفيديو. فصرت نزل الحليب الساخن المذاب فيه الزبدة على الخليط، ولا تخافوا من البيض انه راح يستوي او شيء، لا لا بتاتا. صينية فيها ورقة زبدة، راح ننزل بالخليط. بعدين راح ندخلها على الفرن على حرارة 180 حوالي 45 دقيقة ل 50 دقيقة. بعدين راح ريح الكيك بعد ما ارتاح وبرد. راح نقطع الكيك أنا وأنتو. كيكة جميلة، بتمنى تجربوها. كتير حلو إنه نحن نبدأ فيها يومنا كفطور. وهون أنا حطيت شوية كراميل وزينتها بالفراولة. بتمنى تشوفوا المقادير وتحفظوها وتشاركوها مع الأصدقاء والأحبة. ولا تنسوا تعملوا لنا فولو. صحتين وألف عافية يا رب.